27. مؤتمر كوب 27 مؤتمر مختص بالمناخ والتغيرات المناخية، بيقام في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. أثناء المؤتمر أصدرت مصر قطع نقدية من فئة 100 جنيه. هنتعرف على مؤتمر كوب 27 والأسباب اللي علشانها أصدرت مصر قطعة 100 جنيه. انطلقت أعمال مؤتمر المناخ كوب 27 الذي ينعقد في شرم الشيخ على مستوى القادة، سعيا لإيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض. يعني المؤتمر أقيم علشان يدوروا على الحلول اللي ممكن يوصلوا لها لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية اللي سبق قبل كده اتعمل مؤتمر و2 علشان يناقشوا أو يدوروا على الحلول لإنقاذ كوكب الأرض من التغيرات المناخية، وكانت المؤتمرات السابقة عبارة عن اتفاقيات وعهود وتعهدات. النهاردة المؤتمر كوب 27 بيدور ازاي نعدي مرحلة التعهدات لمرحلة التنفيذ. معانا التقرير وهنشوف وهنتعرف الأحداث مشيت ازاي، وفي نفس الوقت هنعرف ايه سبب اصدار العملة اللي الناس كلها بتستغرب ليه مصر عملت فئة 100 جنيه، وهل هي هتدوم وهتستمر معانا ولا دي لفترة مؤقتة او ذكرى. نبدأ التقرير. انطلقت أعمال مؤتمر المناخ كوب 27 الذي ينعقد في شرم الشيخ على مستوى القادة سعيا لإيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض، ويشارك في الشق الرئاسي 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ومجموعة كبيرة من الشخصيات الدولية والخبراء. كوب 27 هو رغبة عالمية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ. بدأت فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دورته 27 وسط رغبة عالمية بالانتقال من مرحلة التعهدات إلى دخول مرحلة التنفيذ والالتزام بتحقيق الأهداف الدولية الخاصة بمواجهة التغير المناخي. حضر نحو 120 من قادة الدول وممثلي 197 دولة وقرابة 40,000 مشارك من أنحاء العالم، وعشرات من المنظمات الدولية والإقليمية، رغبة جدية في المضي قدما لوضع الترتيبات والتوصيات المعنية بالحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها. كرست دورة شرم الشيخ الأهمية المتزايدة لهذه القمة العالمية التي اكتسبتها خلال العقود الماضية، وجاءت نتاجا لسلسلة من جهود عالمية أدت إلى إعلان عقد هذه القمة بشكل سنوي. في عام 1949 تناول مؤتمر الأمم المتحدة العلمي المعني بالحفاظ على الموارد واستخدامها رسميا، ولأول مرة موضوع استنزاف الموارد الطبيعية والحاجة إلى إدارتها لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. بعد أكثر من عقدين أثمرت هذه الخطوة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المعروف أيضا باسم مؤتمر ستوكهولم الذي أقيم في عام 1972. المؤتمر حينها
حفز على إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اعتمد أول صك دولي بشأن المناخ في عام 1979، وهو اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود. ومع تجلي آثار التغير المناخي في خلال الثمانينيات مثل المطر الحمضي في أوروبا وأمريكا الشمالية، أوصى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالحد من إنتاج واستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية الشائعة الاستخدام في البخاخات ومواد التعبئة والثلاجات، حماية لطبقة الأوزون على الأرض التي تساعد على امتصاص أشعة الشمس ومنعها من الوصول إلى كوكب الأرض. أدى ذلك إلى اعتماد اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون عام 1985. بعدها بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987، بينما أعلنت قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر. ومنذ اعتمادها أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الركيزة الأساسية لجهود المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبحلول مارس 1994 كانت 165 دولة وقعت على الاتفاقية، كما صادقت دولة الإمارات عليها في عام 1995. وتسمى الدول التي صادقت على الاتفاقية بالأطراف. وألزم بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمتفق عليه في مؤتمر الأطراف كوب 3 عام 1997. الدول المتقدمة بتقليل إجمالي انبعاثاتها الكربونية بنسبة 5% عما كانت عليه خلال عام 1990. وحدد مؤتمر كوب 15 في كوبنهاغن عام 2009 عتبة الاحتباس الحراري العالمي التي نعرفها حاليا البالغة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. أما اتفاق باريس الذي تم تبنيه خلال كوب 21 في العاصمة الفرنسية عام 2015 فقد أعقب بروتوكول كيوتو، وألزم البلدان بالإعلان عن مساهمات محددة وطنيا لوقف التغيرات المناخية، كما ألزمها بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ووقف زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، حيث تعد دولة الإمارات أول دولة عربية توقع وتصادق على اتفاق باريس. وتركز الدولة الحالية في مصر على 4 مجالات تتمثل في التخفيف والحد من الانبعاثات الكربونية التي تسبب تغير المناخ في المقام الأول،
والتكيف عبر تجنب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ والخسائر والأضرار من خلال الحد من الآثار التي يسببها التغير المناخي، إضافة إلى وسائل تنفيذ اتفاق باريس خاصة مع الدعم المالي. ويواجه العالم اليوم تداعيات التغير المناخي، والتي لا تقتصر على الجوانب البيئية فقط، بل تشمل أيضا الجوانب الاقتصادية، حيث حذرت دراسة عالمية أجرتها أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم سويس خلال العام الماضي أن يتسبب تأثير التغير المناخي على الزراعة والأمراض والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاتفاق الحكومي وغيره في خسارة الاقتصاد العالمي 23 تريليون دولار، ما يعادل 10% من قيمته بحلول عام 2050. ولمواجهة هذه التداعيات تؤكد قمة شرم الشيخ دورها المحوري، باعتبارها إعلانا عن بدء العالم لدخول مرحلة التنفيذ الفعلي، تفاديا للتداعيات المحتملة جراء التغير المناخي سواء بيئيا أو اقتصاديا. وخلال المؤتمر أصدرت مصلحة الخزانة العامة وصك العملة التابعة لوزارة المالية المصرية قطعة نقدية معدنية تذكارية من فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ الأممية كوب 27 المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ. صدرت العملة بموجب القرار رقم 65 لسنة 2022 من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي تضمن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2022. ويظهر في ظهر العملة شكل 100 جنيه، ومن الأمام شعار واسم قمة المناخ ومكان استضافتها باللغتين العربية والإنجليزية. تباع العملة لضيوف المؤتمر في جناح وزارة المالية بالمنطقة الخضراء بسعر 750 جنيه للقطعة الواحدة، أي ما يوازي 30 دولار. أصدرت العملة لتكون ذكرى مهمة. من جانبه قال مستشار وزير المالية المصري الدكتور شريف حازم إن العملة تم طرحها تزامنا مع مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ لتخليد تلك الذكرى المهمة لدى ضيوف المؤتمر الذين سيحرصون بالقطع على اقتناء الهدايا التذكارية التي تذكرهم بهذه المناسبة، وأيضا كهدايا لمعارفهم وأصدقائهم. وتابع أن تلك العملة ستكون متاحة بداية في مقر مصلحة صك العملة بالقاهرة بنفس السعر، وسيستمر طرحها فيما بعد، وليس بالتزامن مع المؤتمر فقط، لكن هذه المناسبة لا تتكرر كثيرا، كما أن العملات التذكارية التي صدرت من قبل في المناسبات الكبرى مستمرة في الصدور. وأوضح أن مصلحة صك العملة التابعة لوزارة المالية تحرص على المشاركة في جهود توثيق المشروعات القومية والاحتفاء بالأحداث التاريخية. وكانت مصلحة صك العملة المصرية قد طرحت خلال السنوات الأخيرة عملات معدنية تذكارية
بمناسبة افتتاح مشروعات كبرى كمشروع قناة السويس الجديدة، أو في ذكرى شخصيات تاريخية كالرئيس الراحل محمد أنور السادات. قناة الحياة مع ساندي قدمها لكم زهرة مصطفى.